بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم علمني بما تنفعني وانفعنا اللهم بما علمتني وزدنا علما. في الفيديو اللي فات اتكلمنا عن الفور لوب. ان شاء الله النهارده عندنا مفهوم جديد اسمه الفور اتش لوب. ايه الفور اتش ده؟ قال لك ده زي الفور لوب بالظبط، بس الفكره ان ما فيهوش اندكس، يعني ما بنقولش انت اي تبدا من الصفر مثلا والاي لحد العشر واي بلس بلس، ما بنقولش كل الكلام ده. امال بنقول ايه؟ هنشوف كده. لو انا عندي مثلا string، نقول له النيم بيكوال احمد حسن. انا عايز اطبع حروف السترنج ده، عايز اطبع ال A وال H وال M وال A، كل حرف في سطر. فقال لك هتعمل ايه؟ هتعمل for H، تمام، وتفتح قوسين. يبقى بنكتب for H بنفتح قوسين. فالحروف دي عبارة عن ايه؟ عن تشار، كل حرف تشار، ونديله وليكن متغير اسمه I، ونقول له الاي ده ان، يعني لفلي بالاي جوه النيم. يبقى انا عملت ايه؟ عرفت متغير string وحطيت فيه الكلمة بتاعت اللي هطبعها، اللي هطبع الحروف بتاعتها. وجيت قلت له هنا تشار اي، يعني الاي ده كاركتر واحد، لفلي عليه ان النيم اللي هو السترينج. مفهومة؟ وبعدين اعمل له البلوك كده واقول له ايه سي دبليو الاي، يعني اطبع لي كل حرف في سطر. هندوس كده كنترول في 5 ونشوف. طبعا لو كل حرف في سطر. طب لا انا عايز اطبع الكلمة كلها جنب بعض، اعمل ايه؟ قال لك بدل ما بتعمل كنت بتاع ده رايت لاين، تعملها رايت بس. بعد كده ندوس كنترول في 5. شايف طبعا هاي أحمد حسن في سطر واحد. تمام، فهمنا الفور اتش. الفور اتش لوب برضو تلف على حاجة معينة، كوليكشن، ماشي، من غير اندكس بقى، من غير ما اقول له ابدأ من كذا لحد كذا. لا، انا بحط له الحاجة اللي هيلف عليها وهو بيلف مع نفسه، بيبدأ من الايه مثلا لحد الان. وصلت؟ يبقى دي كده الفور اتش باختصار. وغالبا يعني بيستخدمها في الايه، في الاري او السترنجات عموما. بس كده ده الفيديو بتاعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.